أما بعد، معاشر المسلمين وأحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أسرع مرور الليالي والأيام. شهر رمضان المبارك ضيف كريم قد استقبلناه بالأمس، وها هو اليوم قد انتصف. فهل فينا من قهر نفسه وانتصف؟ وهل فينا من قام فيه بما عرف وتشوقت نفسه لنيل الشرف؟ لقد انقضى من رمضان صدره، ومضى منه شطره، واكتمل منه بدره. فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب، وادخلوا قبل أن يغلق الباب. أيها المفرطون الذين قد فرطوا في شهر رمضان أو فيما مضى من شهر رمضان، أناديكم بعد أن أنادي نفسي، ونحن في هذا الشهر العظيم المبارك، نداء من القلب أنادي به نفسي ثم إخواني. ونحن قد انتصف علينا شهر رمضان المبارك، وفينا من قصر وفعل وافتعل وأذنب وعصى، لم يبالي بحرمة شهر رمضان. فاتقوا الله في سركم وجهركم، واعلموا أن الله قد وكل بكم ملكان يصحبانكم طوال دهركم، يكتبان كل أعمالكم، فلا تهتكوا أستاركم أمام من لا يخفى عليه إسراركم. يا عباد الله، روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رقى المنبر ثم قال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى خطبته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم محذرا مسرعا بوعظه إياهم: لقد أتاني جبريل. الله أكبر. في أكثر المواطن لربما حرجا على الإمام والخطيب حينما يصعد المنبر، ولكن أي خطيب؟ إنه الخطيب الأعظم. بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يناديه جبريل فيدعو بدعوات، فيؤمن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: آمين آمين آمين. يا محمد يناديه: من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. الله أكبر. هكذا بحالة مستعجلة طارئة لا مكان فيها للشفاعة أبدا، قل آمين يا محمد. وهو الشفيع الأعظم الذي بالمؤمنين هو رؤوف رحيم. أبدا، قل آمين. يدعو بدعاء أمره الله به جبريل الذي أنزل من السماء، ويأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن مباشرة، والعياذ بالله ممن تقع عليه دعوة جبريل وتأمين الحبيب محمد، والعياذ بالله. ما أعظمها من دعوة تقسم الظهور، أن تقع عليك دعوة جبريل الذي علمه ربه هذا الدعاء، وأن يقع عليك تأمين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظمها من خزي وندامة وبوار وخسران. يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين مباشرة. دعوات
لا تحتمل الشفاعة ولا الانتظار ولا المهلة أبدا. يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. صلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. دعوات تقسم الظهور، تأمين سريع استجابة لرب العالمين من فم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. خطير هذا الكلام يا عباد الله. علينا من الآن أن نجدد نوايانا وحالنا وأحوالنا في نصف المتبقي من رمضان. أحسن الله عزاءنا فيما مضى من رمضان، وأحسن الله إلينا في استقبال ما بقي من شهره العظيم المبارك. قولوا آمين. يقول قتادة رضي الله عنه وأرضاه: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له. هكذا خلاصة: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له. تخيل الشهر العظيم المبارك، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران، شهر فيه العشر الأواخر من أعظم الأيام والليالي، شهر فيه ليلة القدر. فإن لم يغفر له في هذا الشهر فمتى يغفر له؟ فمتى؟ لذلك هي خلاصة يا عباد الله: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له كما قال، ونحن موقنون بذلك. نعم، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نفتش في حالنا وأحوالنا فيما نقضي أوقاتنا وأعمارنا. أفي صلاة وذكر وقراءة لكتاب الله عز وجل، أم في المقاهي والملاعب وعلى شاشات الموبايلات نتابع المسلسلات والمباريات التي تكثر وتكثر في شهر رمضان؟ أما زلنا كذلك؟ عيب علينا إن كنا كذلك، عيب علينا. نعم، ألا تتأجل تلك الأمور إلى ما بعد شهر رمضان؟ تتأجل. جعلني الله وإياكم من المتعظين بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفروا الله.